السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. كما كتشوفوا الوصفة ديالنا اليوم فريدة من نوعها وصدقوني كتجي لذيذة بزاف. انا من نهار ذقتها وانا كنحماق عليها. غادي نصاوبوا كسكس بالقرنيط كيف ما كنسميوه التوانسه، ولا بالاخطبوط كما كنسميوه حنا، اولا البولبو. فغادي نشدوا البولبو ديالنا، غادي نسلقوه حتى يطلق الرغوه ديالو، غادي نتخلصوا من الرغوه ديالو، ومن بعد غادي نخليوه يطيب نص طياب في الماء. غنغطيوه ونعطيوه الوقت، وملي كيكون كيطيب كندوزو باش نصاوبوا لها صوص طوماط ديالنا اللي غادي نعوضوا بها صلصه الطماطم المركزه. الا بغيتو نتوما تستعملوا صلصه الطماطم المركزه تقدروا تستعملوها. فكما كتشوفوا كنقطع مطيشه ديالي على 4 وكنخليها طيب شويه باش تطلق الماء ديالها، وغنرجع لها. في نفس الاثناء غادي نقلي 2 فلفلات خضرين، هادو الحارين اللي كنقول لهم السودانيه حنايا. هاد السودانيه غادي نقليها في الزيت اللي غادي نطيب به باش تطلق لي الحروره ديالها. فغنقليوها ماشي نحرقوها وغادي نرجعوا معكم من بعد. هنا كما كتشوفوا الفلفله ديالي مقليه. انا قليت حتى الفلفله عاديه حيت ما كنقدرش ناكل الفلفله اللي هي حاره. وفي نفس الاثناء المطيشه ديالي كانت وجدات، خليتها تبرد شويه. غادي نوريكم هنا غادي نطحنها بالميكسور. هاد الميكسور اليدوي كما كتشوفوا غنطحنها بالقشره ديالها وبكلشي ديالها. هنا المطيشه ديالنا تطحنات، سمحوا لي، تطحنات مزيان. ما تخافوش من اللون ديالها حيت حنا باقي غادي نطيبوها. غنحطوها فوق العافيه وغادي نبقاو نخليوها طيب. هي مطيشه كل ما طابت كل ما اللون ديالها كيزيد يتغلق اكثر. فانا هنا كنبقى نحركها مره باش ما تلصقليش من التحت. كنخليوها تغلي وغادي نزيدو عليها شويه ديال الهريسه وصافي، حيت الهريسه خصنا نطيبوا بها. نتوما تقدروا تستغناو على الهريسه، فكنحاولوا ندوبوا الهريسه ديالنا هكذا. انا درت قياس اللي انا نقدر نستحمله في الماكله، ولكن نتوما الا ما تقدروش تاكلوها تقدروا ما تزيدوهاش. فكنبقاو نخلطوا المطيشه ديالنا حتى كتبدا تقال. كيف ما قلت لكم هذه كتعوض المطيشه ديال الحك ولا الطماطم المركزه، حيت انا ما كنقدرش ناكل هذيك الطماطم المركزه، كتضرني في معدتي وهي ماشي مزيانه للصحه. فمن الاحسن نعوضوها بمطيشه طبيعيه. غادي نخليو المطيشه ديالنا طيب وغادي نديرو السكسو ديالنا. انا الكسكس ديالي اختاريت انني ندير كسكس البلبوله. نتوما ديروا اي كسكس عندكم متوفر. غادي نزيدو عليه شويه ديال الملحه وغنديروا عليه معلقه ديال الزيت. هنا معلقه ديال الزيت كنديروها غير باش ما يتعجن لناش ويلصقوا الحبيبات مع بعضياتهم. غادي نحاولوا نخلطوه مزيان. واخا يبان لكم باللي الزيت ما كيبانش فيه، غير حاولوا تخلطوه مزيان. ملي كتكونوا نتوما كتخلطوا هذوك الحبيبات شويه بشويه غتبداو تكتشفوا باللي الزيت بدا كيبان. فهذاك الزيت كيعطينا كذلك مذاق زوين في الكسكس، فكنصحكم انكم تزيدوه. وهنا درت شويه ديال الماء اللي كيكون بارد، غادي نخلطوا به السكسو ديالنا وغادي نخليوه حتى يشرب هذاك الماء. فسكسو هذه التفويره اللي انا كندير، كل واحد يفور السكسو ديالو بالطريقه اللي كيرتاح فيها. انا بالنسبه لي هذه هي الطريقه اللي كتنجح معايا. فكندير له الماء وخا يبان لكم بزاف خليوه شويه، راه غادي يشرب هذاك الماء وكنخليه يرتاح. في نفس الاثناء غادي نرجع للمطيشه ديالي. كيف ما قلت لكم قد ما بقات فوق العافيه قد ما اللون ديالها كيولي احمر اكثر. كما كتشوفوا هي هنا حمارت اكثر ولات تقيق لها شويه. وهنا بغيت نقول لكم باللي المطيشه ديالكم الا كانت فوق العافيه حاولوا تغطيوها، حيت الا ما غطيتوهاش غترد لكم البوطه كلها موسخه. فغنخليو المطيشه ديالنا تزيد تحمر وتزيد طيب، وغادي نرجعوا لذاك الزيت اللي قلينا فيه الفلفله. غادي نديرو فيه البصله مقطعه كما كتشوفوا. انا قطعتها مكعبات صغيره حيت كتعجبني هكا تبقى باينه وكتعطي مذاق زوين في الكسكسو ديالنا. الا عندكم بصله بيضاء حتى هي مزيانه تستعملوها مع الكسكس، تقدروا ديروهم بجوج، تقدروا ديروا غير هذه. المهم اللي عندكم متوفر تقدروا تخدموا به. كنحاولوا نشحروها شي شويه في الزيت ديالنا. ملي كنشوفوها بدات كتدبل كنجيبوا مطيشه ديالنا وكنزيدوها. كما شفتوا المطيشه ولات عندي حمراء بزاف، بحال الا استعملت هذيك الصلصه ديال الطماطم او المطيشه المركزه. كنحاولوا نخلطوا كلشي مع بعض. وهنا غادي نزيد انا التوابل ديالي. بما اننا غادي نديرو سكسو ماشي سكسو المغربي ديالنا، فغادي ندير التوابل كما هادو. غادي نديرو شويه ديال الخرقوم، ما ديروش بزاف باش ما يبدلكمش اللون، لانه السكسو التونسي كيكون حمر. فهنا كما شفتوا زدت شويه د الملح على حسب الذوق والتحميره.
وشويه ديال الابزار، حيت باقا غادي نزيد الابزار في الكسكس، فما بغيتش ندير بزاف ديال الابزار في المرقه. المهم التوابل كيبقاو على حسب الاختيار نتوما والاختيارات ديالكم والاذواق ديالكم. غادي نجيب الثومه، جوج دروس ديال الثومه اللي قطعتهم كما شفتوا غير طريفات، ما حاولت ما نحكمش باش ما يطلقوليش المروره ديالهم في المرقه ديالي. غنخلطوا كلشي وغنزيدوا شويه ديال الماء باش نمرقوا لاصوص ديالنا. هنا كنزيدوا الماء على حساب الخضره والبولبو اللي غادي نطيبوا فيه. فهنا من بعد ما تسلق لي البولبو ديالي كنهزوه وكنجيبو نحطوه في الطنجره. انا البولبو كيف ما لقيتو كيتباع لقيتو بهذه الطريقه مقسوم على جوج. نتوما الا عندكم بولبو تقدروا تقسموه كيف ما بغيتو، غير حاولوا تخليو هذوك الرجيلات ديالو باينين حيت هما اللي كيعطيو المنظر في الكسكس ديالنا. فملي كنحطوه في الطنجره كنحاولوا ندخلوه في المرقه ونخليوه يتشرب بهذوك لي زيبيس اللي درنا. هنا غادي نرجعوا للسكسو ديالنا كما قلت لكم راه شرب الماء، كنحاولوا نفتتوه مزيان ونحاولوا نحلوا هذوك الحبيبات حتى يتحلوا كاملين. وغادي نديروا له شويه ديال التحميره. كيف ما قلت لكم السكسو ديال التونس كيكون احمر، فغادي نزيدوا شويه ديال الابزار. وهنا علاش قلت لكم ما تزيدوش الابزار بزاف في المرقه ديالكم. وغادي نحاولوا اننا نخلطوا هادشي هذا مزيان مع بعض حتى اللون ديال الكسكس ديالنا يتبدل. وغادي نزيدوا له واحد القطيره ديال الزيت. هذيك الزيت غتخلي التحميره تطلق لون اكثر. ما تبخلوش انكم تزيدوا زيت زيتون. زيت الزيتون كتجي زوينه مع البلبوله، فما تخافوش. درنا معلقه وهذه المعلقه الثانيه، فما تخافوش عليها وما غاديش تحسوها اصلا ملي تكونوا كتاكلوا الكسكس ديالكم. فهنا غادي نحاولوا نخلطوا مزيان ونحطوه يتبخر. كما كتشوفوا انا هنا حطيته في الكسكاس بعيد على الطنجره. وغادي نرجعوا للطنجره ديالنا اللي عندنا فيها ديجا البولبو هنا كيكون بدا كيطيب، كنحسوا به يقرب يطيب حيت ديجا طاب نص طياب ملي سلقناه. غادي نزيدوا عليه الخضره ديالنا. وانا هنا الخضره غادي نقول لكم الخضره اللي استعملت. فقررت انني نستعمل هذا القرع الاحمر. قطعته طريفات كبار، خصو ضروري يكون كبير باش كيجي باين في الكسكس ديالنا. هنا درت قياس شخصين كما كتشوفوا، درت 3 ديال الطروفات ديال هذا. عندي الجزر كذلك غادي نقطعو طروفه كبار. كما كتعرفوا بحال السكسو ديالنا كنستعملوا فيه طروفه كبار ديال الجزر. غادي نخليو هاد جوج خضار يطيبوا ومن بعد غادي نرجعوا باش نزيدوا عليهم البطاطا. كما كتعرفوا البطاطا في السكسو خصها تكون ما تكونش طايبه بزاف، فكنخليو هادو يطيبوا شويه ومن بعد نزيدوا البطاطا ديالنا. ملي كنجيو نحطوا البطاطا الطروفه الكبار طبيعه الحال كنحاولوا نديروا لهم شريطه هكذا في النص، غير باش تدخل فيهم شويه د المرقه لداخل، ما يجيوش بيضين تماما ما فيهمش المذاق. كنحاولوا نقطعوا الطريفات كلهم كبار وكنحطوهم في الطنجره ديالنا وكنحاولوا ندخلوهم في المرقه. كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. انا هنا كانت عندي بطاطا كبيره فقسمتها على 4 ديال الاطراف. نتوما على حسب البطاطس اللي عندكم، الا كانت صغيره تقدروا تخليوها كيف ما هي وتحطوها هكذاك في المرقه. كنحاولوا نخلطوا كلشي باش البطاطا ديالنا تشرب بالمرقه حتى هي يجي فيها المذاق ديال التوابل. وغادي نخليوها طيب. وباقي عندنا مكون اخر اللي غادي نزيدوه من بعد ما طيب لنا البطاطس ديالنا. المهم اهم حاجه هو ان الخضره ديالنا ما تجيش طيبه بزاف ومهريه باش ملي نجيو نهزوها نقدروا نحطوها في طبق التقديم. هنا غادي نغطيها وغنخلي البطاطس طيب شويه وغنرجع لها. هنا من بعد ما حسيت بالبطاطس تقدر تكون طابت، غادي نزيد الفلفله ديالي اللي قليت قبل هكذا. كتدخلوها شويه في المرقه باش تطلق الحروره ديالها مره اخرى، وهي كذلك تتشرب بالمذاق ديال المرقه ديالنا وديال البولبو، حيت حتى الحوت كيطلق المذاق ديالو في المرقه ديالنا. فغادي نخلطوا كل شيء. انا هنا حطيت حتى الفلفله الحلوه اللي قلت لكم ديالي باش تطلق لي المذاق. وصافي غادي نخليوهم يطيبوا غير شويه. هنا عندي كلشي طايب كلشي جاهز، فما نحتاجش انني نخليه مده طويله. ملي نشوف بلي داكشي صافي ملي ينسجم والمرقه عقدات شويه غادي نطفي عليه. هنا بالضبط حاولوا ما تغفلوش على الخضره ديالكم باش ما تطيبلكمش بزاف. وغادي ندوزو نشوفوا الكسكس ديالنا. كما كتشوفوا درت فيه تقيبات في الوسط حيت الكسكاس عندي ما كيوصلش البخار للكسكاس كله، غير الجناب كيبقاو بلا بخار. فحاولت ندير دوك التقيبات باش هذا. وزدت له شويه ديال الابزار صافي. هنايا غادي نحاول انني نكسكسو شويه باش نفورو التفويره الثانيه.
كما كتشوفوا كنحاول نحلو هكذا بالمغرفه ديال الخشب. انا هذه الطريقه ديالي ديال التفوار، كل واحد وطريقته. نتوما الا عندكم طريقه ديالكم وعارفين السكسو ديالكم كيفاش كتفور تقدروا تستعملوها. غادي نزيد شويه ديال الماء بارد، وهنا الناس كيقولوا لي ما تزيدش الماء بارد حيت غيتعجن. ما تخافوش، ما كيتعجنش حيت ديجا فيه الزيت. فغادي نخلطوه مزيان هكذا حتى يدخل فيه هذاك الماء، يبان لنا تشرب داك الماء وصافي واجد باش اننا نبخروه مره اخرى، وغادي نحطوه يتبخر مره اخرى. المهم انا التوقيت ديال هاد البلبوله هذه كياخذ لي 20 دقيقه في كل تفويره. نتوما كيبقى على حسب الكسكاس ديالكم والعافيه ديالكم. هنا كتشوفوا الطنجره كيفاش ولات صافي كلشي عندي واجد، كتبان لكم المرقه عقدات. كنحاول نهز هذوك الفلفلات نحطهم الفوق باش يقطروا لي من المرقه، حيت هادو كنستعملوهم للتزيين. كذلك كندوزو لطبق التقديم، كنديروا كسكسو كنديروا فيه شويه د المرقه، وكنحاولوا نخلطوا داك الكسكسو مع المرقه، ماشي بحالنا حنا غير كنسقيوه، هما كيخلطوه باش يزيد يحمر ويزيد يبنان. وكنحطوا الخضره ديالنا وبولبو. هانتوما كما كتشوفوا كيجي كيشهي. بصحتكم وراحتكم، كنتمنى الوصفه تكون عجباتكم وتهلاو ليا فراسكم.